الفتوة عاشور يلعب الفتحي، يفتح الكرة على اليمين، يلقى بركات، يرجع لل1 2 فتحي ممتازة خطيرة وهدف أول. الهدف الأول من محمد ناجي جدو. محمد ناجي جدو يفتح باب التسجيل للفريق الأهلاوي. كرة ممتازة جدا بالراس، كرة بالراس وفرحة واشتعال مدرجات حمراء. 80,000 بالفريق الأحمر يهللون لل1-0. خطأ في التمركز، غفلة من الدفاع، ينسل سيد مهاجمي افريقيا ويضرب كرة بالراس. محمد ناجي جدو يفتح باب التسجيل في منتصف الشوط الأول. سيناريو جديد في الماتش، 1 الأهلي 0 شبيبة القبائل. كرة ممتازة جدا تلعبت في ثار المدافعين. شوف الكرة بركات، جات الفتحي يعمل الفتحة وحده بالراس، خطأ الدفاع الجزائري. والهدف الأول من الفريق الأحمر النادي الأهلي. 1-0 من جدو، يضرب الكرة لا تصد لا ترد، لكن شوف بالمليمتر، مليمترية على راس جدو قادمة من أحمد فتحي. والأهلي يفتح باب التسجيل بخطأ ستلعب بخطأ، وخطأ سيحلم الفريق الجزائري بكرة أخرى وفاول آخر. فاول بالإشارات، هو الرئيس التاريخي للجي اس كا من عام 93 في تيرا، والتسديد لم تمر، ترجع الثانية والتعادل خطير جدا. وسعد التجار، تجار يتعادل. اي مباراة لاي سيناريو، اي لقاء لاي روعة، اي اثارة لاي كرة. ريت ما ندخلش الحسابات والمواجهات في كرتنا العربية، تخرج نصف ساعة على العال. 10/10 10/10 المباراة. شوف الثانية، الضربة الثانية ويضرب ويسجل هدف ولا بالأحلام. هدف جميل جدا. سعد تجار خذا الشانس مرة ثانية وغالب شريف كرم. 1-1. إذا بين دعوات المصريين ودعاء الجزائريين، الكرة جات مع دعوات الخضر. الفريق الجزائري يتعادل 1-1. شبيبة القبائل هدف.